لا لا، انتظر، لا تخرج الآن. انظروا كيف فر هاربا لأنه هو المذنب. يبدو أن صاحب السيارة سعيد بها للغاية، لذا قرر أن يحتفل بها من خلال غمرها بالرغوة الملونة. يا له من منظر رائع حقا. عندما تقوم بمهمة ما، أتمنى ألا تتطفل وتجعل فضولك يقودك لتجربة مهام أخرى لا تعنيك. دخل هذا الرجل إلى منزله، ولكنه لم يكن على علم بأن خلفه ضيفا يتبعه. يا لها من مفاجأة صادمة حقا. حسنا، كل شيء يسير على ما يرام، لكن للأسف لم يستمر هذا الحال مطولا. هل فقدت تركيزك لأنك كنت تشعر بالنعاس يا صديقي؟ هذا النوع من السيدات مستعد أن يفعل أي شيء سوى التخلي عن مكالمة هاتفية. هل لهذه الدرجة كان الحديث هاما أيتها السيدة؟ يبدو أن الأم عادت من السوق وهي متحدية جميع الصعوبات، تحمل طعاما شهيا لصغارها الجائعين. إنها الأم يا سادة. في الحقيقة إنه حلاق مستفز كثيرا. لو كنت مكان الزبون، ما الذي ستفعله؟ هل رأيتم شخصا بارعا في حمل الأوزان وقويا إلى هذه الدرجة من قبل؟ بينما كان هذا الغواص مستمتعا برحلته في قاع البحر، أتاه هذا القرش غاضبا. لحسن الحظ نجح بإبعاده عنه. هذا ما سيحدث عندما تكون العاصفة قوية للغاية، وكأنه لا يحتوي على أي عظم. هل رأيتم ثنائيا رائعا كهذا الثنائي من قبل؟ يا لجمالهما، وكأنهما هاربان من عالم ديزني. انظروا لهذا المجنون كيف يلعب مع هذا الحوت، وكأنه سمكة صغيرة. هذه الطائرة اسمها أنتونوف 225، وهي أكبر طائرة شحن في العالم. للأسف تعرضت للتدمير في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هل تمتلكون قلبا قويا يجعلكم قادرين على تجربة هذه المغامرة؟ انظروا كيف يطير وكأنه طائر يمتلك أجنحة. أحسنت يا رجل.